ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا دلوقتي كنت بعمل سندوتش لبنتي عيش اهو من بتاع الفرن. الشنطه جنبي اهي لسه ماشي. انا بجد والله العظيم انا شفت حاجه، انا عارفه ان العيش ده بسم الله ما شاء الله بيبقى فيه عجايب، بس عاجبها زي كده ازاي مش عارفه. اي نعم، بنلاقي فيه ساعات شعر، بنلاقي فيه الخيوط بتاعت الشكاير، بنلاقي فيه بلاوي زرقاء مش عايزه اتكلم عشان ما تقرفوش. فالبنت بتاكل، البنت لسه بتاكل، فلقيتها بتقول لي يا ماما ايه ده انت حاطه لي شنطه في قلب العيش؟ بقول لها شنطه ايه يا بنتي؟ قالت لي شوفي. لقيتها بتطلع، قربي كده يسمعي مني، لقيتها بتطلع ده بلاستيك. دي اللقمه اللي كانت كلتها، وبصوا كفايه ان عيله زي دي قرفت من عيشتها اصلا. فخدت السندوتش كخ 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 كخ. لا وحشه يا قلب. شوفوا لما يكون حتى عيله زي الصغيره دي مش فاهمه حاجه تقوم واكله اي حاجه وخلاص. بصوا، بفتح الرغيف بقول معقول انا للدرجه دي مش شايفه؟ يعني يعني النظر مش للدرجه دي. اتاري شوفوا الشنطه فين، شوفوا الشنطه فين. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اللي بيعجن وبيخبز وبيبطط ما شافش ده الشنطه معجونه في قلب العيش. شوفوا، ده كيس، ده كيس من الاكياس الصفرا اللي بتيجي فيها العيش. شوفوا معموله في قلب العيش نفسه. استني يا حبيبتي. لا لا يا ماما شوفوا، انا مطلعاه من قلب العيش والله العظيم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيشتغل شغلانه وما بيراعيش ربنا فيه. طب افرضوا عيله زي الصغيره دي مش فاهمه حاجه، والله كان فاتها كانت الكيس. لو حد يعني انا مش عارفه اقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. رمضان أهلا مرحبا رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه كده؟ يا رب تبقوا بخير. حطوا لي كده يا جماعه لايك للفيديو، بالله عليكم بالله عليكم حطوا لايك للفيديو. نبدأ يلا بينا بقى الفيديو. طبعا المقطع الاولاني خلاص انتوا شفتوا ايه اللي حصل والدنيا ايه اللي لقينا في العيش، ويعني مفيش داعي بقى ان احنا نتكلم فيه. ربنا يهدي الجميع يا رب، وربنا يعني كل عامل بيشتغل شغلانه يراعي ربنا فيها، ويقدر ان ممكن هو نفسه ياكل من العيش وعياله هياكلوا من العيش دوت. مش شرط عيش بس، والله اي شغلانه ايا كان، يعني كل واحد لو يراعي ربنا في الحاجه اللي بيعملها هنيجي نبص نلاقي هنلاقينا في حته تانية خالص. المهم كده، اللهم صل على النبي، كده صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى ايه؟ باقي تنظيفات رمضان. ده احنا بص كذا جزء كده، ده انا والله العظيم المطبخ ده طالع عيني فيه. الحمد لله. كل الحاجات اللي في المطبخ، الرفوف دي كلها اللي انتوا شايفينها دي كلها شلت كل الحاجات اللي فيها وبغسلها بقى من تاني بقى. طبعا هي نضيفه وكل حاجه، بس طبعا عليها تراب لان انا مش فرشه مفارش ومش حابه ان انا افرش عليها مفارش خالص. فانا حابه ان لما الرخام يتوسخ او يتطرب انا اغسله احسن، لا احسن ما اقعد احط بقى في مفارش وكلام من ده. لما جددت المطبخ مش حابه ان انا اقعد احط مفارش تاني واحط بقى استيكرات وكلام من ده خالص، لا انا حابه ان هو يبقى كده. فانا فضيت الرف اللي في النص ده وحطيت فيه كل الحاجات الكهرباء بقى، الخلاطات والكلام من ده. بس تعالوا الاول نشوف الطقم ده اهو. الطقم ده يا جماعه انا كنت جايباه تقريبا بقالي دخلت في سنتين. انا جايبه الطقم ده، الطقم ده كان عرض كده من على الفيسبوك، وطبعا بيجي عليه اعلانات في التلفزيون. شركه كده اسمها دهب. العرض ده كان ايامها يعني كان ب2000 جنيه، كان 6 اطقم. العرض نفسه كان 6 اطقم. انا بتكلم في العرض ليه النهارده؟ لان انا لحد النهارده الفيديو كل ما ببص على التعليقات، بخش كده على القناه، احصائيات القناه، كل يوم بيجي لي تعليقات على الفيديو دوت. سبحان الله، والفيديو ده اصلا علق كده ورفع مشاهدات مع الناس. ففي ناس كتير قوي يعني ايه، في كذا حد مش مصدق ان الطقم حلو ولا لا. وحتى اخر حاجه واحده بتقول انت ندمت ان انت جبت الطقم ولا ايه؟ الطقم بصوا كان عباره عن اللي بقول لكم عليه دوت، الحلل دي. اللهم صل على النبي. طقم جرانيت وطقم سيراميك وطقم تيفال وطقم ألمونيا اللي هي الكاسرونات اللي بايدين، وطقمين بقى اطباق وحاجات. طقم منهم عسلي، المفروض ان هو كان عسلي يعني، وطقم ميلامين. تمام. هو ده العرض ده كان ب2000 جنيه. انا اقول لكم، انا ايامها برضو قلت في الفيديو انا مش جايبه العرض ان انا محتاجه حلل او ناقصني حلل خالص، بالعكس ده انا عندي الحاجات الاصليه اصلا. بس انا كقناه او حابه ان انا اعمل حاجه جديده في قناتي، حابه ان يعني ايه، فيديو كده يجيب لي مشاهدات، او اما اجي اطبخ مثلا. هو القناه اصلا محتوى يعني انا محتوايا طبخ وروتينات، فلما يكون طبخ وكده بدل ما اطبخ في حاجه هي اغير بس يعني ايه، اللي هو تشوفوا حاجات جديده بس في الطبخ وكلام من ده. لكن اللي انا ناقصني او اللي انا جايباه محتاجاه لا. تعالوا نبص على جوده الطعم نفسه.
أنا وريتكم الطقم ووريتكم الحلل من جوه وكده. بصوا الطقم الجرانيت ما جرالوش اي حاجه، والطقم التيفال ما جرالوش اي حاجه، بس مع العلم حطوا كده بين قوسين ان انا مش بطبخ اصلا في العادي فيهم. انا لما بكون مش بصور او كده انا بطبخ في حاجتي انا، الحاجه بتاعتي واكتر طبيخه اصلا في الحاجات الالمونيات. انا ما بحبش الطبيخ في الحاجات التانية خالص. كل طبيخي وكل حاجتي في الحاجات الالمونيا على طول. لكن يعني بطبخ في الحاجات دي لما بكون بصور فيديو وبعمل حاجه كلام من ده بس. انما في العادي انا بطبخ في الالمونيا، فعشان كده انا مش مستعملاه، مش هلكاه شغل يعني. فالطقم الجرانيت ما جرالوش حاجه، ولا التيفال جراله حاجه، ولا الالمونيا. انا طقم الالمونيا بتاعه انا بطبخ فيه على طول. على طول حلوه، اي نعم خفيفه بس حلوه، يعني بطبخ فيها. هي اهم حاجه بس ما نعليش النار قوي، لان هي طبيعي رقيقه فممكن تشط بسرعه. الطقم الوحيد اللي قشر مني وحلتين اتنين بس قشروا والباقي لا، اللي هو الطقم السيراميك اللي هو لونه لبني اللي هو لونه لبني شويه ده اللي قشر مني. وقشر مره ايه، كنت يارا اعتمدت عليها ان هي قلت لها يارا خلي بالك الرز ساعه ما ينشف، كنا في رمضان وكنت بعمل فيه رز ولا مش عارفه وكنت بالتالي رز بسمتي او كده. وكنت انا طلعت فوق للبط وقلت لها خلي بالك يا يارا الرز ساعه ما ينشف وطي عليه بسرعه عشان خاطر ايه الحله ما يجرالهاش حاجه وكده. وكده كده انا اصلا في العادي ما بعليش النار بالقوي يعني. فقالت لي ماشي يا ماما. طبعا نزلت على الريحه الحمد لله الرز كان اتحرق والحله من تحت لسعت كده، واما جيت نضفتها فقشرت مني حاجه بسيطه. تمام. الله. ده يا جماعه بالنسبه لطقم لطقم الحلل. انما بالنسبه للاطباق، طقم الميلامين والطقم اللي هو العسلي طبعا هما مش حلوين خالص. الطقم العسلي ده طقم ازاز، يعني ازاز زي اللي احنا بنشتريه العادي دوت، بس كان عليه طبقه كده زي ايه، ما اقولكوش ورق، ما مش دهان، ما تفهموش هم عاملينه مطلي كده بطبقه عسلي كده. طبعا مع الغسيل كانت بتتقشر لوحدها ونص الطقم اتكسر يعني، والحمد لله. طقم الميلامين بقى برضه وِحِش خالص مع الاستعمال. يعني الأطقم اللي هي الأطباق البيضا كان بيعلّم فيها الأكل، أمّا يكون لون والّا حاجة بيعلّم فيها، وكمان بتتكسّر بسرعة برضه. يعني حتى أمّا جيت أحطّهم في الغسالة مرّة ما استحملوش الغسيل خالص، وكانوا بيتطبّقوا كده ويتّنوا ومش حلوين خالص، حتى من غير الغسالة كمان. لو مثلًا نغسلهم على إيدينا برضه مش من اللي هُم الميلامين طبيعي اللي هو الحلو اللي إحنا متجوّزين بيه كده، اللي هو الحاجات الغالية الأصلية دي، خالص، خالص طبعًا. دي اللطقم. أنا من رأيي هُم حلوين مع الاستعمال الخفيف، اللي هو مع الاستعمال تاخدي بالِك من الأكل، يعني ما مش تطبخي فيهم على طول عمّالة على البطال نقعد نطبخ فيهم بس لأ. أنا باطبخ فيهم فين وفين لمّا باكون باصوّر حاجة بس. غير كده ما باطبخش غير في حاجة واحدة بس اللي هو الطقم الألمونيا اللي هو فيهم يعني، ساعات باستعمله. أنا كده عندي طقمين تانيين ألمونيا أصلًا أنا متجوزاه بيهم، ده معظم استخدام يعني طبيخي فيهم. حتى التيفال اسمه إيه اللهم صل على النبي الستانلس والحاجات التانية دي مش باستعملها غير فين وفين. فين وفين كده هتلاقيهم حتى جداد زي ما هما، لكن اللطقم الألمونيا دي اللي أنا هلكاها معايا بصراحة. أنا عن نفسي باحب الطبيخ فيهم يعني. ده اللطقم يا جماعة، دي العرض يعني. لأن بصوا والله العظيم جالي فيه تعليقات كتير أوي، أنا ما كنتش متخيلة أصلا الطقم ده هيعمل كده أساسا يعني. ده الطقم اهوت اللي هو الألمونيا اللي فيهم ده أنا باستخدمه على طول، فعشان كده خليته قريب مني. إنما الحاجات اللي مش باستعملها كتير خليتها بقى في الرف اللي فوق. طبعًا واقفة على كرسي بسم الله ما شاء الله لا عشان أطول، لأن أنا أصلًا قصيرة، فمش طايلة خالص إن أنا أغسل. أنا مسكت بقى فرصة بقى وجات لي، مسكت بقى السلكة بقى والبريل وكده، وقعدت أغسل الحاجات دي كلها. حلو المطبخ الرخام حلاوته في كده، لكن أوبخ حاجة فيه إن هو طبعًا من غير ضُلف. بس على فكرة ممكن يتعمل له ضُلف، يعني أنا اللي ما عملتش أصلًا لسه، بس عادي ممكن يتعمل له ضُلف. أنا حطيت بقى في الرف اللي فوق اللهم صل على النبي الطقم السيراميك اللي قلت لكم عليه اللي هو في حلتين منه اتقشروا. وحطيت الطقم التيفال برضه فين وفين لما بستخدمه، فعشان كده بتلاقوا اللطقم معايا مستحمله يعني. يعني انا طبعا العرض دوت انا جبته، انا لقيته عرض بصراحه فرصه منها. حتى ده لو الحلل الورق يعني ده ب2000 جنيه يا جماعه. 2000 جنيه ده دلوقتي ما يجيبوش حاجه، ده يعني 6 طقم ب2000 جنيه. لكن طبعًا لمّا يكون عروسة بتتجهز أو واحدة عايزة تجيب حاجة للعُمر، لأ طبعًا ما انصحكيش بيه خالص، مش حاجة تعيش خالص. لكن أنا مثلًا واحدة بتصوّر، واحدة عايزة حاجة كده تفاريحي كده تجدد بس ومش عارفة إيه، كل واحدة بقى وعارفة نظامها إيه. حطيت الطقم الستانلس ده أنا فاكرة أنا كنت متجوزاه، اللي أنا حطيته فوق خالص دوّة بس تقيل تُهمة، تُهمة القعر بتاعه كده سميك أوي وتقيل، فبرضه مش باستعمله كتير. جيت بقى هنا خلاص عملت برضو طقم البهارات وقمت جايه عيناه. طقم البهارات ده اثري، انتوا في كل بيت اصلا هتلاقوه.
لانه كان الطقم دوت كان طالع كده من زمان، وكل بيت هتلاقوه يا اما باظ بقى، يا اما امهاتنا هتلاقيهم كلهم عندهم الطقم ده، فهو عندي برضه. لان انا متجوزه بيه من امتى، من 15 سنه، فانا كنت متجوزه بيه ومتجوزه بطقم صيني، طقم صيني، طقم بهارات صيني يعني. فعشان الصيني ده طبعا بيتكسر بسرعه، فانا محافظه عليه وعيناه. لكن اللي انا كنت هلكاه شغل على طول هو الطقم ده. انا اصلا عندي عقده كده في حب طقم البهارات، ما تفهموش ليه. والله العظيم بجيب طقم بهارات كتير قوي قوي، ازاز بقى وبلاستيك وحاجات رخيصه كده بس بتعجبني. بجيبها برضه. اللهم صل على النبي. طلعنا هنا برضو كده على الكرسي برضو وشعلقنا كده وطلعنا عشان احط بقية الحاجة. حطيت حلة الضغط وحطيت القلاية برضو في الرفين دول، اطلعهم فوق اعتقهم من نعناع، لان النعناع ده بصوا يعني فساد فساد. كل الحاجات اللي انا بحطها دي كانت في الرف التاني برضو، فنقلتهم في الرف اللي جوه دوت. انا هو اصلا بعيد عن ايدي، فحطيت الحاجه اللي ما بستخدمهاش كتير يعني. الترموسين بتوع الشاي والبراد اللي هو الاصفر الكبير المكعبر ده برضو هتلاقيه في كل بيت برضو. يعني المهم ان احنا ايه، بنحس كده ان احنا عملنا شويه تنظيفات. انا بصراحه ارتحت اوي لما غسلت المطبخ. ولسه ده لسه في فيديوهات تانية ان شاء الله، حاجات كده روتينات باذن الله هتشجعكم، حاجات كده تنشطكم. اغسلوا مطابخكم بقى، وشلت التلاجة وشلت البوتاجاز انتظروا بس الفيديوهات التانية باذن الله. بس بالله عليكم حطوا لي كده لايك للفيديو. اهو دي كده وريتكم الحاجه بعد ما كنت خلاص خلصتها، وبقيت الحاجات كلها بقى نعينتها في كراتين. الحاجه اللي انا مش بستعملها خالص بقى خالص دي، او يعني قليله قوي في استعمالها، ده عينتها في كراتين. مالكيش دعوه بالحاجات اللي تحت دي، انا بس كنت بوريكم شوفوا الزيت. يلا اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. حطوا لي كده بالله عليكم لايك للفيديو، والنبي حطوا لايك.